وبعد شوية وقت جده الحمد لله وصل، وكانت الترتيبات كلها زي ما جده عايز. احنا هنكتب الكتاب بالليل، انت عارف كده كويس، ومحضرين كل حاجة من بدري. يلا بقى روح شوف لميس وتعالى قولي. معلش يا جدي، انا هبعت لها الخدامة تقول لها على كل حاجة. وليه ما تروحش انت؟ هو انتوا متخانقين ولا ايه؟ يعني شوية يا جدي كده. يلا انا هروح لها اهو وربنا يستر. بيدخل عليها رعد بفستان جميل جدا وشكله رايق قوي. بيقول للخدامة: تمام يا نعمات، انت تقدري انت تخرجي دلوقتي. ايه اللي انت جايبه ده؟ هو انت مفكر بجد ان احنا عريس وعروسة ولا ايه؟ انا وانتي بس اللي عارفين ان هو مش حقيقي. كل الناس عارفة ان انتي هتبقي مراتي والنهاردة. انت بتتكلم ببروك كده ليه؟ وبعدين هي جوري بتاعتك دي عارفة ان انت هتكتب كتابك عليا النهاردة؟ انتي متحاملة عليا قوي كده ليه؟ ايوه اكيد عارفة. وبعدين طول ما هي عارفة ان احنا متجوزين على الورق، هي موافقة. هي عايزة المصلحة بس. مصلحة؟ قلتلي اه. مصلحة ايه بقى؟ ان هي تورث في جدك ولا ايه؟ وانتي مالك ومال الموضوع ده اصلا؟ دي حاجة ما تخصكيش اصلا. ده في اطار العيلة، وانت حيالله غريبة جاية تقدم مهمة بس وخلاص. اولا نزل صباعك ده وما تكلمنيش بالطريقة دي تاني. وعلى فكرة، انا مش بعمل كل ده عشان سواد عيونك، ولا ان انا قصدي ان انا اتدخل بينكم خالص. لا بالعكس، ده في اطار الحدود اللي انت مديهالي والقوانين اللي انت مألزمني بيها. ولا نسيتها حضرتك؟ لا ما نسيتهاش، ولو عايزاني افكرك بيها هفكرك تاني. المهم انتي ما تكونيش ناسياها، عشان لو نسيتيها تبقى حاجة غلط قوي، وانتي عارفة قلبتي كويس. وما تخافيش، عقابي هيبقى أسوأ من كده بكتير. اتفضلي ادخلي جهزي، عشان الكوافير جايلك وعشان تلبسي الفستان وتنزلي لنا كمان ساعتين. ومين قالك اصلا ان انا هلبس وانزل؟ انا هفضل لابسه كده، ومش هيهمني منظرك العام قدام الناس بتوع المافيا بتوعك. عاجبك كده عاجبك، مش عاجبك الحيطان كتيره. بلاش تعاندي معايا، ودماغك الناشفه دي ممكن تجيبلك مشاكل بعد كده يا حلو. انا مش عارف انا ماسك عنك نفسي ازاي. يلا مش مشكله. بس على فكره، رصيدك بيخلص عندي، ولو خلص بصراحه محدش هيحوشك من بين ايديا. اخرك هاته يا رعد، واللي انت عايزه اعمله. انا ما بقيتش بخاف منك، ولا بقيت باقي على حاجة. ايه ديتها هتعمل ايه؟ عرفت كل اساليبك، وانا عارفة. جربت اسواهم وجربت اخف حاجة فيهم، فما بقيتش فارقة معايا. اطلع بره. اما رعد فكور ايده بعصبية، وهو عمال يقول لنفسه: قوم امشي من دلوقتي، عشان انت لو فضلت ثانية كمان مش هتلوم هي غير نفسها. انا ساكت بس عشان جدي جنبك في الاوضه اللي جنبك، وانا مش ناقص مشاكل. على فكره، هتعملي اللي انا قلتلك عليه ورجلك فوق رقبتك. وانا بصراحه مش قادره اجادل معاكي دلوقتي، لان انا لو جادلت هتبقي انت اللي خسرانه يا حلو. بعد اذنك. ما تنساش تاخد الباب في ايدك يا رعد. الكلام ده ليا؟ امال لامي ولا لعفريتك؟ اكيد يعني مفيش عفريت اسمه رعد. ده انت اسوأ منه بكتير. عنده برود أعصاب اسم الله، ولا جرح بريطاني. أنا وأنت وزدون طويل يا رعد، اصبر عليا إما وريتك يا رعد يا ابن أم رعد. أول ما عرفت إنك عايزني جيت أوام، مقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام. في بيت محدش يعرف عنه حاجة غير لارا وجاك، كانوا بيشتغلوا على كل حاجة مفروض يعملوها، وبكده يكون خلصنا نص المعلومات اللي احنا عايزينها عن الجبر ورجالته. ايوه بس ما تنسيش ان نص المعلومات التانية عند جون، ولازم نروح نتعرف عليه في اقرب وقت، ونعرف كل حاجة عنه، وناخد المعلومات من السويت بتاعه من غير ما يعرف. امم هي مهمة صعبة فعلا، بس ما تصعبش علي. انت ناسي ان انا لارا والاكل على الله ولا ايه؟ وبعدين ما تخافش، حلها عندي. حلها عندك ازاي يا ام الهريف؟ انت على فكرة بتخاطري قوي بنفسك، والاخر بنيجي على نافوخنا وبنعرفش نسلك، وكمان انا اللي باجي انقذك. يو بقى، ما تبطل كلامك ده يا جدع انت. هو انت جاي تقطمني وخلاص ولا ايه؟ مش حماية هي يعني. خلاص ما تتحمقيش قوي كده. ماشي، يوضح سره في اضعف خلقه. اتفضلي قولي. والنبي ما تستهينش بيا قوي كده، ده ساعات الغريق بيتعلق بقشاية، والقشاية دي هي اللي بتنقذه.
ما تبطل رخامة بقى يا جدع انت. هو انت كل مرة يا اما تربيني وتعدلي على كلامي يا تحبطني كده على طول. راجل مؤذي صحيح. انا مش عارف والله. انت بتضحك على ايه؟ ما تبطل رخامة يا جدع انت بقى، ولا قوم امشي احسن. لا لا لا، وعلى ايه؟ خلاص اسف، اتفضلي. هي بصراحة حلوة الفكرة، بس انتي مش واخدة بالك ان انتي مزوداها قوي، وان انتي تدخلي قوي عليه كده. حاجة ملفتة. ولا ملفتة ولا اي حاجة، على الطبيعة هيبان كل حاجة، وبعدين انت هتبقى معايا خطوة بخطوة. تمام، ما اقدرش اقول لا. مادام في مصلحة الشغل يبقى مش هقدر اقول اي حاجة. بقولك ايه، انا جعان. ما تيجي نطلب اي حاجة عشان انا هموت من الجوع. اخيرا البعيد حس. الحمد لله يا رب، ده ربنا ما يحكمك على يتام. ده انا عصافير بطني بتصوصو يا جدع، وانت ولا هنا وهمك الشغل وكل حاجة لحد ما عدمتني العافية. لو تبطلي بس شوية اللمضة اللي انت فيها دي والله العظيم هتبقى الدنيا فل. يلا ما علينا. تحب تاكلي ايه؟ انا من رأيي يا بيتزا يا ماك يا كفتة بقى وحاجات زي دي. ايه رأيك؟ بيتزا ايه وماك ايه؟ لا يا عم الحاج، انا عايزة كشري. نفسي فيه بقالي كتير. يلا بقى اتصل بالراجل اللي اسمه حماد، خليه يجيب لنا كشري. يا قادرة كشري؟ هتروح الفرح بالليل وانت ضاربة كشري؟ يا ابني عيش عيشة أهلك. ده احنا داخلين على مهمة مش عارفين هنخرج منها حيين ولا ميتين. وبعدين ده يشاك بجلالة قدره مش قادر ان هو يتنازل وياكل معايا كشري. مش عارفة والله. امال لو كنت قلتلك انا عايزة سندوتشات فول وطعمية، ولا كبدة وسجق، ولا كمان كفتة من عند الحاتي اللي هو بتاع بقى العربية ده، اللي يحط لك مية السلطة واشرب بشرب. تحفة. انا مش قادرة اوصف لك الجمال. لا وعلى ايه، انا اروح اجيب الكشري بكرامتي احسن. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اما عند نادين فكانت بتفكر هتلبس ايه بالليل، وهي مش عارفة اصلا البت دي راحت فين. قعدت تتصل بيها كتير، وطبعا لارا ما بتردش لانها كانت حاطاها على الصامت. انا مش عارفة كلبة البحر دي راحت فين. ماشي يا لارا، اما تيجي بس هوريك الوش التاني. بتسكت شوية وهي بتقول: يا لهوي، هو ممكن يكون هناك؟ ايوه طبعا لازم يكون هناك. يكسوفي وشي منه في الارض من اخر مره شفته فيها. بصراحه مش قادره اتلم على نفسي. هو اي نعم واد مز وقمر، بس برضه انا عملته بطريقه وحشه أوي المره اللي فاتت. انا كان لازم برضه اتعامل معاه بطريقه احسن من كده. اي نعم ان انا قلت له انا اسفه، بس برضه يو بقى اعمل ايه. انا هقوم اشوف بقى هلبس ايه. اما عند لميس فكانت بتجهز، وفعلا رعد بيبعت لها واحده بتمكيجها وبتعمل لها كل حاجه. بيدخل عليه جاسر بمرح وهو بيقول: ايش ايش ايش، ايه الحلاوة دي كلها يا عريس؟ على فكرة ده شكله بقى فرح بحق وحقيقي، مش كده وكده زي ما انت بتقولي. جاسر بلاش هزارك المسخ ده، وانت عارف كويس انا اتجوزتها ليه. عشان جدي، زي ما قلت برضو لجاك. يبقى تبطل رخامة ده وتسكت. والله ما عارف ايه عاجبك في عروسة المولد بتاعتك دي. جور ايه وخرا ايه؟ ده انت اقسم بالله نقيت الوتكة بجد. يا بختك يا عم. ما تظبط يا جاسر، في ايه؟ ما تحترم نفسك بقى يا جدع. جاسر كان حاسس ان في تغيير مفاجئ قوي في رعد، والتغيير ده كان وراه لميس. بص وقال له: وانت مالك يا عم بقى؟ هو انت قطع ارزاق ليه؟ مش خلينا نعاكس الموز ده. يوه، هو اللي احنا هنقوله هنعيده؟ ما تبطل رخامتك دي يا جاسر، اتلم واظبط بقى معايا. روح شوف جاك، روح شوف جاك وسيبني في حالي. بيخرج جاسر وهو اتأكد خلاص ان هو بيغير عليها، وان التغيير ده كان سببه فعلا هي. ايه الشياكة دي كلها يا بيبي؟ شكلك حلو قوي. عريس موز صحيح. ايه، عقبال انا وانت، ولا انت ما بتفكرش؟ اما رعد فاشمئز من طريقة قربها ليه دي. هو حاسس بحاجة مختلفة قوي، والاحساس اللي حاسه معاها مش زي الاحساس اللي حاسه مع لميس. بعد عنها. هو بيقول لها: لو سمحتي، احنا في مكان عام وما ينفعش ان انت تعملي كده. احنا دلوقتي ما ينفعش نقرب من بعض. استحملي شوية يا جوري. وبعدين انت ناسية ان فرح النهاردة، يعني ما ينفعش تقارب بينا بأي طريقة. الله، ايه يا بيبي مالك؟ انت عمرك ما عملتها. وبعدين هي كانت بتبقى موجودة وبرضه كنت بتخليني اقرب منك. ايه المشكلة؟ على الاقل هي دلوقتي مش موجودة. مالك؟ انا حاساك متغير عليا قوي. ايه، ما وحشتكش؟
ده أنا مشتاقة لك أوي. أم لميس فكانت نازلة، فبتتفاجئ إن هي قريبة منه كده، بس هو أصلا ما كانش معاها، هو كان مع لميس بقلبه وعقله بيشرد، لدرجة إن هو بيتخيلها لميس، لميس اللي حبها، وفعلا حس قد إيه كل حاجة مختلفة معاها، حتى قربها منه. بس فجأة بيفوق على صوت لميس وهي بتقول: الله الله، هو إيه بقى إن شاء الله ده؟ بيبص رعد بعصبية لجوري وهو بيقول لها: امشي اطلعي بره دلوقتي. ايه اللي حصل دلوقتي حالا ده بقى؟ انا سبق وحذرتك، اي حاجة بتشوفيها مالكيش دعوة بيها. اظن الرسالة وصلت. لا مش وصلت. احترم ان انا هبقى مراتك، او على الاصح ان انا همثل هبقى مراتك. يعني ما ينفعش ان هي تقرب منك بالمنظر ده، ولو مش قادر تحترم نفسك احترمني انا واحترم وجودي. اظن ان انا محترمك على الاخر، او على الاصح عشان ابقى راضي ضميري محترمك على قد الاحترام اللي انا في نظري تجاهك، غير كده ملكيش حاجة. لا لا لا، وعلى ايه؟ يعني انا مش عارفة انت ضاغط على نفسك قوي كده ليه؟ روح كمل، ما اللي انت مش عارف تاخده مني روح خده من غيري، ما ده طبعا. احترمي نفسك وما تعليش صوتك. انا اكيد مش بالقذارة اللي انت فاهماها دي، انت على فكرة فاهمة عني حاجات كتيرة غلط. بقولك ايه، قذارة مش قذارة، اللي انا شايفاه قدامي ده كفيل ان هو يقفلني منك. على العموم هي جوازة والسلام واتحسبت عليا وخلاص. يلا بينا، جدك بينادي. حين التقيتك عاد قلبي نابضا، وجرى هواك بداخلي مجرى دمي، وشعرت حضنك دافئا ورأيتني رغم الحياء أذوب فيه وأرتمي. قل لي أيا رجلا لأي قبيلة ولأي عصر أو لجنس تنتمي، ولمن تعود أصول عينيك التي أضحت قناديل الضياء بأعلامي.